الوليد الركراكي. نمشيو مجددا عند عادل العمري، نتمناو ان هذه المره نتوصلوا بالصوت ديالو. مرحبا بك عادل. والله ما قصرتي اختي دنيا، والله ما قصرت. شو اخبارك؟ الحمد لله. كيف احوالك؟ صافي انا راه صافي انا عرفتك انت صافي. ايه احوالك الشاب الوسيم؟ الشاب الوسيم والله اشتقت لك كثير حبيبي. والله ما قصرت يا شيخ. ما قصرت حبيبي. زيك مصطفى؟ والله بخير والله. هلا بالغالي والله. طيب السواعد ربحوا اليوم ياك؟ وياه امورك طيبه؟ منيح حبيبي. صافي انت ما تدخلش في الاجواء. كويسه الحمد لله. ويا السعوديه ربحت. ما تبقاوش تقولوا لي كيفاش الاوضاع وداك الشيء. هضروا معايا الله يجزيكم بخير. والله ما قصرت صافي والله ما طولت. والله لا اخويا رحنا عاوزين نطول ان شاء الله. ان شاء الله حنطول نقصر ونعمل كل شيء وما نقصر. الله حبيبي. لا طيبه ان شاء الله. بغينا احنا بغينا نطولوا اخويا الله نطولوا بقدره الله ان شاء الله. واحد المستمع كيقول لي السعوديه معيده اليوم حقاش ربحوا، يعني احنا غدا ان شاء الله يا ربي. ما يمكنش السعوديه اليوم بالرجوله. لانه في بريمير ميطون دخلوا كيتفرجوا في الارجنتين، كانوا يخسروا بواحد 3 ولا 4. ولكن واش المدرب عادي المدرب عندك ميسي ودير لالين كنظن صعيبه شويه القضيه. مي كنظن بان الدوزيام ميطا بالرجوله. شوف اللي خصنا نستافدوا منه حنا هو لا غيوسيت. جاوهم جوج ديال لي زوكازيون، ماركاو جوج ديال لي زوكازيون. حنا كيجونا بزاف ديال لي زوكازيون وما كنماركيوش. الاو نيفو خصوصا ان الاو نيفو المنتخبات الكبيره والمنتخبات اللي كدي كوب دي موند تقدر ما تجيش اوكازيون من نص اوكازيون ولا من غلط تربحك. هذا هو الفرق في الاو نيفو. اما اللاعبين كلشي كيلعب مع كلشي كيعرف كلشي. سورتو حنا دابا كنهضروا على المنتخب السعودي، منتخب اللي دار فرقه من البطوله السعوديه من الدوري الاحترافي السعودي. اش داروا السواعده داروا 8 ديال المحترفين، هزوا النيفو. باش تلعب مع 8 ديال المحترفين خص تكون واعر باش اللاعب السعودي كيتحكم مع لاعبين كبار، والنتيجه ها هي. عادي انا غنرجع عندك دابا، بقى معايا. غادي نرجع عندك غير حقاش كاين انطلاق الشوط الثاني من المقابله ما بين الدنمارك وتونس. انا بغيتك تعطيني الخبيرات ديال المنتخب الوطني المغربي قبل من اللقاء ديال اليوم غد. انت حضرتي الحصه التدريبيه، داكشي كامل كاع الخبيرات تعطيهم لينا. نمشيو بسرعه عند عزيز قبلاوي وانطلاق الشوط. الدنماركي اللاعب واكيم اندرسون وتتخرج الكورنر، يعني كورنر في 20 ثانيه الاولى من الكره اللي تلعبت من وسط الميدان من عند اللاعب العيدوني عند اللاعب دراغر. السونتر ديالو كان مزيان، ضربات الكره في اللاعب اندرسون وخرجت الكورنر لصالح المنتخب التونسي. واش ممكن من هذا الكورنر نشوفوا شي جديد اللي غيلعبها هو اللاعب علي عبدي بروميير بوتو تالوناد ديال اللاعب المساكني. الاربيت يقول بان 5 لصالح المنتخب التونسي. وحنا كنلعبوا اول دقيقه في هذا الشوط الثاني والنتيجه دائما تعادل 0-0 بين الدنمارك وتونس. نرجع حنايا بسرعه عند عادل باش يقول لنا شنو واقع بالنسبه للمنتخب الوطني المغربي. نعاودوا نذكروا بنا دابا شويه كاينه الندوه الصحفيه ديال الوليد الركراكي ان شاء الله قبل من الماتش امام كرواتيا. كنا كنهضروا على المنتخب السعودي. اسمع هادي عادل ايرفي غونار يلاه حط واحد التدوينه دابا. Congratulations to the team and the staff for this game. I dedicate this victory to the Saudi people. We are waiting for your support next match. هنيئا لكاع الطاقم والستاف ديال بالنسبه لهذه المقابله هذه، وكنهدي هذا الانتصار للشعب السعودي وكنتسناوكم في المقابله الجايه. تفضل عادل هضر لنا خويا اش كان في الحصه التدريبيه اليوم ديال الاسود الاطلس. ومن النقاط الايجابيه والنقاط اللي عطات للسعوديه الفوز اليوم هي الجمهور السعودي. الجمهور السعودي اللي جمهور كبير جدا. تيران كنظن واحد 70 ولا 75% كانت كلها جمهور سعودي. السواعده اللي جاوا بزاف لقطر، الاحصائيات الاولى كتقول بان السواعده دخلوا اكثر من 230 الف سعودي اللي دخلت لقطر باش تحضر مع قريبه ومع كاين الفلوس، لان باش تدخل لقطر هذيك اهم حاجه. الله يعطيك المسلمين هذيك هي اهم حاجه. وياه نقول لكم واحد القضيه تضحكوا شويه من ابو ظبي، حيت ما كاينيش لي فول. ما كاينش فول كاع باش تجي من الامارات من السعوديه باش تدخل. ما كاينش لي فول، ولا بغيتي تدخل على البر خاص تكونوا
اكثر من 2 ولا 3 في الطوموبيل. علاش؟ لان قال لك اي واحد يدخل بالطوموبيل غتدخل بالطوموبيل، اذا واحد الطوموبيل غادي يولي عندنا 100,000 طوموبيل، ما عندنا ما نديروا بالطوموبيلات. اللي غيدخل واحد يدخلوا معاه 3 ولا 4 في الطوموبيل، باش اللي 4 ولا 5 في الطوموبيل دايزه، واحد في الطوموبيل ولا 2 في الطوموبيل ما دايزاش. شوف الناس النيفو فين واصلين. الوغ قلبت على الفول باش نجي من بعد الماتش ديال المغرب باش نلقاو فول نجيو القطر دوحة المعز. ما كاينش لي فول باش تلقى فول. لقيت فول ب 1500 اورو من 45 دقيقة ديال الطريق ولا ساعة ديال الطريق، 1500 اورو. مليون باش تعرفي فين واصله الاسعار. فين واصله الاسعار ديال الترونسبور الا بغيتي تدخل لوطيلات وداك الشيء بلا ما تسولوني ياك. نار يا حبيبي، نار يا حبيبي، نار. هادشي اللي كاين. خليونا نهضروا في الكره احسن ياك. اييه زيد اخويا، خليونا نهضروا في الكره احسن. الوغ الامور واضحه. يمكن النقطه الوحيده اللي خصنا نهضروا عليها واللي مهمه جدا هي وليد وكيفاش واجي بلاتي وفاش جيتي دبرتي على الطوموبيل وجيتي فيها ماشي وحدين ولا شنو؟ الشاب الوسيم كيخدم الغرض. قول لي كيفاش الطياره اخويا، الطياره والله ما قصرت حبيبي. الله يخلف على الخليفي ولينو باكو كيجبدوا الفلوس. الله يخلف عليهم. الطياره جات 1500 اورو. امور واضحه وضوح الشمس نهار جميل. اذا واخا ليكيب ناسيونال اسيدي نعاود لكم بحال الخرافه. وليد مشى مع ليكيب ناسيونال، قدوا الامور كيتريني وهو يشد بوفال، جرو عنقو، بقى غادي كيتمشى وهو وكيهضر وهو تك 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 تك. انت وليدي الله هادشي راه ديالي، عندك تبقى تزيد فيها، الله يحفظك الا ما قلبها عطي الباس. الله المهم شد بوفال. ها فين بقينا؟ شد بوفال بقى كيدوي معاه. هذا الشيء. يا دابا التنقنيقه اللي بغيتي تجيب لينا نتايا تقطعات. وليد هو اللي غيكون قطعو. نرجع عند عادل لا نقطع عليه الخط. دابا شي شويه نعاودوا نرجعوا عند عادل العماري في انتظار. لا معنا عادل، ما معناش معنا عادل. كيقول لي عبد الكريم شويه. والله حتى معاك. تفضل اخويا تفضل. معاك. فين وصلنا؟ يلا بقى كيشرح البوفال. عنق بوفال ربع ساعه هو كيهضر هو وياه، كيهضروا كيتمشاو، مره كيضحك هو وياه. مي دوز ليه دي ميساج بطريقه ديال وليد، وكانت مهمه هاد اللعيبه اللي دار وليد انه يجرب بوفال. مشى واحد الوقيته كان كيهضر مع النصيري وكيفاش كيهضر هو وياه، وكيفاش انه كيناقش معاه، وكيفاش كيشرح ليه. حنا كيبان لينا بليد هو كيهز وكيدير وكيدخل ويخرج فالطريقه جميله جدا، لان اللي تابعها وليد في القضيه. من بعد حكيمي مع زياش، طريقه كيفاش واحد الطريقه اللي شفناها دارها وليد مع اللعابه. اللي عادين الكره ديال المنتخب التونسي فاص تعطل اللاعب عصام الجبالي، كان بوحده يعني غادي يمشي فاص وتعطل توصلوا عليه وحيدوا ليه الكره. وثاني كره ديال اللاعب هذا اللي كنظن العيدوني هو ديال هذه الكره الثانيه، يعني ضربها بالراس قدامه، زيدها بطريقه جميله قدامه، ولكن ماش بغى يدوزها لشي حد. ولكن راه فيزيكمون ما يمكنش، جابها من جهه الشبكه ديالهم. فيزيكمون يون بوفي بلو. ما بقاش كتجي تيري. كاين كورنير اسويف، نشوف هذا الكورنير واش غيجيب الاضافه. لعب قصير هذا الكورنير هذا ديال المنتخب التونسي. عندنا مساكنين لاباس عند دراغر. يلا دراغر تير، غيتير دراغر تير، ولكن مشات بعيده ديفيات عاوتاني وخرجت كورنير هذه المره من اليمين لصالح المنتخب التونسي. وحنا كنلعبوا دقيقه 52. تونس افضل في الدوزيام ميطون، تونس اخطر، كان بامكانهم انهم يحققوا شي حاجه من هذيك الكره ديال العيدوني، ولكن تعطل فيها وضاعت. غادي دراغر او اللاعب بن سليمان هو اللي هز الكره وغادي بها اليمين باش يحطها في الكوان ديال الكورنير، ويلعب الكورنير كنظن الرابع لصالح المنتخب التونسي. والجماهير التونسيه ما شاء الله اش كتشجع وخالقه اجواء جميله في ملعب المدينه التعليميه بالدوحه. لاعب بن سليمان هو اللي غيسونطري هذه المره الكورنير، لعبات برومي بوطو، كتخرج كورنير اخر لصالح المنتخب التونسي. جربوا يلعبوا الكورنير فوق، ما مشاتش مزيان. الكورنير اللي جاب الخطوره تلعب قصير بين جوج، وهذه المره شفت بن سليمان لعبها في برومي بوطو، غيعاود يلعبها. ونعيم سليتي كيعطيه النصائح. نعيم سليتي عنده كيوجه. هز هذه المره دوزيام بوطو بالراس، كي بعد الدفاع كترجع تونسيه لافراب عند اللاعب مرياح، كورنير اخر. الكورنير براون، ديلان براون هو اللي ضرب هذه الكره هذه ديال المنتخب التونسي. كورنير الثالث على التوالي في واحد دقيقه ونص. تونس ضاغطه، تونس ربما كيشوفوا ان بامكانهم
يماركيو على المنتخب الدنماركي بعد الميطول الاولى اللي ما كانش فيها شي حاجه كثيره كانت فيها. طلبنا حد اللاعبين انه يجي عنده باش يلعبها مع قصير، ولكن ديجا عرفوا كيفاش غيلعبوها. دوزيام او البريمير بوتو تيقطعوها اللاعبين ديال المنتخب الدنماركي، كترجع عند علي عبدي. علي عبدي لاباس عند بن سليمان. بن سليمان من اليسار تيكروشي، اش غيدير؟ غير ردها، ما عندوش حلول الا يردها ازيرو لعند اللاعب رقم 3 منتصر الطالبي. دقيقه 53 دنيا. هذا الكورنر ما عطا والو، دائما النتيجه هي التعادل 0-0 بين الدنمارك وتونس. ولكن المنتخب التونسي فايق في هذا لا دوزيام ميطون، ماشي بحال لا بروميير ميطون. تفضل عادل، خليك تكمل يعني الفكره ديالك بالنسبه لتحضيرات المنتخب الوطني المغربي قبل من اللقاء ديال اليوم غد. برافو. من بعد المنتخب السعودي اليوم كنشوفوا التوانسه هما كيرجعوا الامل للعرب والافارقه، خصوصا من بعد الهزيمه اللي ما كانتش مزيانه ديال السنغال يمكن المستوى اللي ظهر به قطر في الماتش الاول. فالسواعده اليوم التوانسه فرجعوا شويه الامل في انتظار المنتخب الوطني المغربي. كيف قلنا اجواء كلها مزيانه، لو دوت كاين شويه على املاح واش غيكون ابط بوغ جوي ولا لا. الوالد دوز لو ميساج ودوزو بالطريقه ديالو، وبوفال سورتو بوفال وزياش حكيمي ونصيري هضر مع بقيه اللاعبين، ولكن كان عنده لقاء مطول ولا هضره كثيره مع بوفال. غنشوفوا غدا الهضره ديال الوالد مع بوفال سورتو مع النصيري وزياش وحكيمي كيفاش غادي يكون رد الفعل ديال هاد اللاعبين غدا في الماتش. زعما اجواء كلها مزيانه. المنتخب الوطني المغربي اللي زوين واللي لو بلوس اللي كاين هو انه كيحس، نعم كيحس بالمسؤوليه اللي عليه، يحس بالمسؤوليه اللي عليه. كنظن بان هادشي اللي بغا يقول لنا عادل. نعم تفضل عادل. وسط كازا، وسط الجمهور. قلت لك لا عادل كينقطع عليه الخط. عادل مابقيناش كنتوصلوا بالصوت ديالو، ولا واحد الديكالاج ما بيننا وما بين الصوت ديالنا والصوت ديال عادل العمري مباشره من قطر، واللي كقربنا من الاجواء ديال المنتخب الوطني المغربي. تفضل عادل. ما كتساندو ديما كاينه هذه اوكازيون ديال المنتخب الدنماركي. جول والاربيت الدرابو ديالو. رجع ما كاين والو. دقيقه 55 سكوف. غنشوفوا الاعاده. كره من لو كوتي غوش مع سكوف. شكون غتوصلوا الكره بعدا؟ اورجو ديبار. اورجو قداش دوزيام با فيها اورجو. ما فيهش بيس. نعم تفضل عادل تفضل. اورجو واضح وضوح الشمس في ظهر جميل. وي عادل نتمنوا الخير ان شاء الله للمنتخب التونسي. كيف قلنا المنتخب الوطني المغربي فالحمد لله الامور ديال المنتخب واضحه، اللاعبين كلهم في صحه جيده. كيبقى لو سوسي غير مع املاح واش يكون 100% ولا ما يكونش، مع احتمالات كبيره ان يقدر زعما غدا يكون الا كان زعما في الطوب نيفو انه يقدر يكون، سينو فحلول كثيره عند وليد الركراكي. المنتخب الكرواتي فمشينا حضرنا الحصه التدريبيه ديالهم، فعندهم ثقه كبيره في نفوسهم. مودريتش كيقول لهم انتظروا كرواتيا في هذا المونديال، فثقه كبيره عند الكروات لان عندهم لاعبين كبار وداك الشيء. بالنسبه لهم المقابله المهمه اللي باغيين يلعبوها هي ديال بلجيكا. المقابله ديال المغرب كيف قال زلاتكو المغرب كيحترموا مزيان، كيحترم المنتخب، كيحترم الفريق الوطني المغربي، وكيقول بانه عنده لاعبين عندهم امكانيات كبيره، ولكن كتبقى كرواتيا هي المرشحه. وي عنده الحق، كرواتيا هي المرشحه، حنا اوتسايدر، ولكن غندخلوا باش نديروا ان شاء الله ماتش كبير، ماتش ديال الرجاله، ماتش اللي يمكن المنتخب يقضي فيه الغرض. كيف قلنا اليوم كانت حصه تدريبيه، دابا غتبدا واحد ربع ساعه ندوه الصحفيه ديال وليد، من بعد غادي يكون لو توغ ديال العناصر الوطنيه. الله يا ربي كان غيماركيو العناصر الوطنيه. غتدخل للتيران باش تشوف الارضيه وتشوف التيران كومون سا سباس باش ياخذوا لو فولبير. وغدا ان شاء الله غيكون يوم الامتحان، يعز المغرب او يهان ان شاء الله. غدا يعز المغرب ان شاء الله باش نديروا الماتش اللي كينتظروا الجمهور المغربي. فكيف قلنا دنيا كل شيء مزيان، امور كلها مزيانه، لا داخل المنتخب لا ديال البعثه لا الانصار لا المحبين، فاجواء جميله.
حنا الفرق اللي كاين هو ان الاخرين حاسين بانهم لاعبين في كوب دي موند جديده، حنا حاسين بان لاعبين كوب دي موند في بلادنا. نعم. وسط جمهورنا وسط التيران ديالنا، ونتمنوا ان هذه العوامل مهمه تكون في صالح المنتخب الوطني المغربي غدا ان شاء الله. شكرا لك عادل العمري. قبل ما تودعنا عادل انا نخليك شويه تمتع بهذه الموسيقى، الانتاج ديال راديو مارس، الانتاج ديال الرضا تجموت.